اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد لشرح برنامج الاليستريتور. معاكم عالية في قناة ليرن جرافيك. هنشرح النهاردة ادوات التحديد وادوات التحريك. اول ما بنفتح برنامج بنلاقي ادوات التحديد والتحريك اللي هي الاداتين اللي فوق، السهم الابيض والسهم الاسود موجودين في قائمة الادوات على الشمال. السهم الاسود هو اختصاره V. ده عن طريقه انا بتحكم في العنصر اللي انا واقفة عليه، ممكن يحركه بالشكل اللي انا عايزاه. ممكن اغير لونه وانا واقفة عليه. تمام. ممكن ان انا اكبره، اغير حجمه، اصغره. ممكن اكبره واصغره بشكل منتظم او متوازن، يعني الطول مع العرض. ادوس على شيفت اهو كبر بشكل متوازن. ممكن الفه، تمام. ممكن الفه بزاوية 45 لما ادوس على شيفت كده، تمام. ممكن برضو اقدر اعمل كورنر للشكل. يعني انا دلوقتي رسمت مستطيل اهو، عايزة اعمل المستطيل ده كورنر عن طريق النقطة اللي جوه دي. هدوس عليها واشد، هيعمل لي كده كورنر للشكل، يخليه ليه حواف. عن طريق برضو السليكشن تول اللي هي حرف الفي. ممكن يعمل لي سليكشن على كل العناصر اللي انا عايزة احدد عليها اهي. ان انا بدوس كليك بره وايديا على الماوس، وان انا اروح شدة كله كده، هيعلم لي على كل العناصر اللي انا واقفه عليها. دي استخدامات السليكشن تول اللي هي السهم الاسود. اما بالنسبه للسهم الابيض اللي هو الدايركت سليكشن تول، ده بيتحكم لي في النقاط اللي هي الانكر بوينت بتاعت الشكل. انا لو دوست على الشكل ده ودوست الدبل كليك على النقطه يظهر لي ليها دراعين. ممكن عن طريق الاداه دايركت سليكشن تول انا اتحكم في الانكر بوينت بتاعت الشكل اهو، بحيث ان انا لو عايزه اظبط بعض النقاط اللي هي في الشكل عن طريق الانكر بوينت. في نفس المكان اللي موجود فيها الدايركت سيلكشن تول هنلاقي الجروب سيلكشن تول. دي لو انا عامله جروب للشكل للعناصر بتاعتي كلها مثلا، وعايزه بس احدد عنصر واحد اهو، وعايزه احدد عنصر واحد، ادوس هنا عليها بالجروب هتخرج لي العنصر. طب انا عايزه احدد العناصر كلها وانا واقفه، راح هتحددها لي دبل كليك، هتحددت لي كل العناصر اللي موجوده عندي. تمام. ده اهم الاختلافات ما بين الاتنين. يا رب يكون الفيديو النهارده يكون بسيط وسهل. شكرا ليكم. لايك وسبسكرايب للقناه عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامه.